قضية الثورة السورية أو ما حصل في سوريا قضية يعني مؤامرة على الأمة بأكملها، ليس على السوريين فقط بل على المسلمين عموما، وخاصة المسلمين السنة، إن كانوا عرب وإن كانوا أكراد وإيش العرب السنة المقصودين بهذه الحرب. يعني الشعب قام ضد حاكم ظالم، وقد ظلم هذا الإنسان ظلما ما حصل مثله في التاريخ، حتى هناك ما سووا مثله. ما خلى بلد في سوريا ولا بيت شعر ولا شادر ولا مكان إلا قصفوا بالطيران وبالصواريخ. فهذا الشعب يعني مظلوم ظلم كبير. فقاموا جميع الشعب السوري ضد هذا الحاكم، لكن الصليبيين واليهود لا يهون عليهم أن يذهب عميل، هذا رجل، هذا بشار الأسد عميل اليهود والصليبيين أعداء الإسلام. لأني عبر التاريخ بلاد الشام وبلاد المسلمين كانت عصية على كل من أراد أن يطمع فيها، لكن للأسف الشيء المؤسف والمحزن أكثر حينما قام الشعب السوري بأكمله لا يغير هذا الظالم، تكالبت علينا جميع دول العالم، حتى اللي كان مؤيد إنه بدأ إيش يشتروه ويهددوه، حتى أصبح انقلب علينا وصار ضدنا، صار علينا. فحاربونا الجميع. الشيء المؤسف والشيء اللي يعني أريد أحشيه، فصائل كثير يعني صاروا، كل ثورة بصير هيك يعني فصائل كثير، عدد يعني بجوز قلت لك 1000 يكون أكثر، يجوز أقل، إنه عدد كبير صار فصائل مجموعات ضد النظام. كثير فصائل صاروا ضد النظام، وكثير ناس حاربوا النظام. وكبقية الفصائل أو الثورات في الدنيا يكون في هذه الثورة بعض الفصول يعني الغير دقيقة غير صحيحة، وتعرض هذه الثورة لكثير من الضغوط من الخارج وكثير للأسف من الداخل، اللي ما أدري توافقوني أو ما توافقوني على كلامي هذا. يعني الشيء اللي نحن نعرفه عبر التاريخ كله، احنا والكراد اخوة، ابناء دين واحد، توجه واحد، وجيران. منطقتنا نحن جمنا الاكراد، يعني نروح على الاسواق ونشتري من عندهم ويجوا يشترون عندنا، وفي ناس متزوجين اكراد واكراد متزوجين عرب كثير. نحن ما كنا حاسبين ابدا ولا يخطر ببالنا ان الكردي يكون لنا عدو ابدا. كنا نحسب ان الكردي اخونا، نحن نقول لا اله الا الله وهو يقول لا اله الا الله. لكن للاسف في الاستعمار الدول الصليبيه واليهود ربوا قسم منهم، وخصوصا اليزيديه عبدة الشيطان، والملحدين كالشيوعيين. هذول ايش سووا؟ للاسف من بدايه الثوره وقفوا ضدنا. انتم كل حياتكم هذا النظام ظلمكم ويضربكم بالطيران وبالدبابات، ايش عجبنا صرتوا اصحاب وياه؟ ليش؟ في ايدي خارجيه من برا تغذي هؤلاء الناس. اما الاكراد عموما، يعني حتى اكون منصف، يعني والله اقول هذا الكلام دينا ودين لله تعالى به. الاكراد، انا عشت بالعراق وعشت هون بتركيا، الاكراد منهم الصالحون الجيدون، منهم الاولياء كثير، ولكن بين هؤلاء ناس تربوا على يد الصليبيين وتربوا على يد اليهود في الخارج، طبعا في فرنسا، في ألمانيا، في غيره، تربوا وتدربوا على السلاح وجاءوا لمحاربة الإسلام. هي أمريكا ما تريد تحارب هي بذاتها، لا تخسر جنود ولا تخسر شيء، تنطيهم مال تقول روح حاربوا أنا أحميكم.
تفاقمت الأمور في سوريا لدرجة كبيرة جدا. ما أقول عرب وكراد كلهم يعني الناس بسعر بعضهم مثل بعضهم، فيهم الصالحون، فيهم الناس نيتهم ميزانة مشكل، كل الناس فيهم يعني من هالفئات هي، لكن جاءوا ناس منظمين تنظيم دقيق ليعملوا في خدمة، هي على زعم يعني مشان قيام دولة كردية، ولكن حقيقة الأمر لو عرفوا في خدمة اليهود، في خدمة الصليبيين، ففعلوا للأسف فينا الأفاعيل. احنا جيران الآن، أنا قريتي مستعمرة من الأخوة الأكراد، فيها مطار، لأني قريت منها فيها مطار، فجاءوا أخذوا القرية وطردوا أهلها وقتلوا أكثر من 50 شخص كانوا على أطراف البلدة يعني يدافعوا عنها، وخلونا على التر ودوروا فيهم بعفرين يشوفوا الناس ان هن ابطال قتلوا، يعني لك هدول اخوتكم، هدول العرب، هدول لك اخواتكم، انتم فرحانين ان قتلتوهم. فصنعوا العداوة حقيقة الاخوة الكرد. احنا ما يوم من الايام كان يخطر ببالنا ان نكون اعداء لاخواننا، بيننا وبين يعني احنا المناطق الكردية اللي جنبنا محاذية لنا جدا قريبة، في جلبل، في عقيبة، في عدة قرى، يعني في سنكرلية، في القسطل، في كتير يعني مناطق بيفلون، مناطق كردية كاملة نروح عليهم ويجوا علينا ونتسوقهم بعضنا ونبيع على بعضنا ونشتري. ونحن دائما نفتخر ان صلاح الدين الايوبي اللي قهر الصليبيين هو كردي. ما نقول يعني بالحكومة غير الشعب يقول كردي يعني خلاص، لكن الحكومات كل شيء تريد تسوي له صالحة تقول لا كان عربي، لا ما هو عربي، هو كردي. من الحكاية كلها يعني للأسف هي حقد صليبي يهودي على المسلمين. كيف ينفذون حقدهم؟ كيف يستطيعوا أن يحققوا انتصار على المسلمين ويضغطوا هذا الضغط كله؟ للأسف وجدوا ناس حطت إيدها بإيدهم وساعدتهم. أو من بخلك من جملة قريتي أنا الآن ما بها ولا إنسان عربي، علما القرية عربية 100%، ما بها ولا واحد كردي. البككي طبعا لا، لك مين البككي، وطردوا أهل منه، والكل مدة يقصفوا المناطق القريبة عليهم. في قريتين أعزاز وش اسمه كفر خاشر، وفي مرعناز، ما يشوفوا الا الصواريخ والقنابل وضرب، يعني مو يجوا عليها على القرية، لما يخلوا أحد يقترب منها اللي يشوفوه من بعيد يضربوه يقتلوه. والله بالبداية كانوا مختلطين مع العرب، يعني في المخيمات في البداية دخلوا المخيمات، لكن الدولة شلون صرفت شلون سوت ما ندري. يعني نعرف يعني مخيم سروج يعني كان مؤسس للكراد حصرا، لكن بعدين دخلوا عرب وياهم. أنا دخلت شخصيا من لما رحنا من تل أبيض، رحنا على مخيم سروج وجاورنا ناس منهم وشفناهم على الواقع، يعني أمام عيننا شفناهم، بيهم الزين حيل وبيهم ناس والله للأسف حقد، يعني حقد. لأن شفت ناس بمخيم سروج وقلت لهم أنتوا الآن كوباني ما بها غير الكراد وأنتم مسيطرين عليها، ليش ما تردوا؟ قال أخي ما نرد، لأني من نصير بكوباني يا أما ياخذونا للقتال ما وياهم يا أما يقتلونا. يعني زاد وقعوا برطة. البككي ما تقبل، ما تشوف شباب حتى البنات يلا عجش. والله أنا ما كنت أمارس هالقضية هذه، خالي من عمري بالضبط ومثلي هو كان يروح ويرجع عليهم ويساوي يعني مباحثات، يساوي اتفاقيات، كل ما يساوي اتفاقية يرجعوا يغدروا. الناس مسيطرين على المواقع الكردية في سوريا كلهم جايين من برا، جايين لو من ألمانيا لو من فرنسا، يعني من دول أجنبية، وعندهم توجيهات وعندهم يعني تعليمات شلون يتصرفوا. نقول لهم يعني يا أخي أنتم مو كل أمركم هذا النظام مثل بعيد نيروز وكذا يقمعكم ويضربكم،
ليش ما تصيروا ويانا لا نقضي عليه؟ ولا احنا عندنا يعني توجه لحالنا، احنا عندنا خطة لحالنا. لا حول ولا قوة الا بالله. انا قلت لك كلام من البداية يكفي عن كل الكلام. يعني هم في مسخرين ومسيرين من امريكا ومن الدول الصليبية. نعم. ضد المسلمين، مسيرين يعني بمعنى توجههم امريكا او فرنسا او المانيا مثل ما تريد تسوي روح هنا سوي مثل ما يقولوا له. لان هن اصلا مبرمجين يقولون احنا نسوي لكم دولة كردية بس انتم تسمعوا مننا، شو نقول لكم تسووا. هذه قصتنا كلها. يعني المسألة حسبي الله ونعم الوكيل. هي الشعب السوري عموما ما عنده مشكلة ويا الكراد نهائيا. ليش انا مو الله خلق لي عقل؟ ليش اقبل بهالكلام هذا؟ انت شفت مني وشفت منك، كلنا عمرنا ويا بعضنا اهل واخوه، ليش تقبل كلام الاجنبي؟ بس اقول لك الناس اللي يبثوا هالكلام متربين تربيه كامله على ايد اليهود والصليبيه. نعم. في دول الاجنبيه خصوصا القاده، يجوز لعموم الناس ما يعرفوا الكلام اللي عم بحكي انا، لكن القواد المسؤولين عن بكك المسؤولين عنهم ويلدوا الكفر ضد الاسلام. تركيا يعني ارى وجهة نظري يعني شخصيا حق تدافع عن نفسها، لاني تعرف تركيا تعرف مين وراء هدول، وراء البكك وحزب العمال، مين؟ الدول الاستعمارية الصليبية. فاذا دافعت عن حدودها حقها، هي دخلت ما تريد شيء، ما دخلت لا عندها حق مع حدا ولا عندها. هاد انا وجهة نظري الشخصية، كل قصة وما فيها دخلت لتبعدهم عن حدودها. هذا اللي فهمته انا. لا بس نحن بالنسبة لنا كسوريين نفهم ان تحارب البكك فقط، المدنيين الناس العاديين ما يضربوه. بس انا اقول لك الصدق، المسلم المؤمن دينه لله يؤمن بالله ما يقبل يساويها. الحزل هون في اوامر مشدده كثير من الجيش الحر. هي القضيه يعني حرب فيها اعلاميه، نسميها احنا باللغه العربيه حرب اعلاميه. يريد يكسب الحرب ينطي صوره اللي يريده. يعني اذا كان هن قبضوا على 12,000 من داعش، كلام مو صحيح. قاموا يمسكوا مين ما كان باسم داعش، بس يكون يعني مسلم، يحسوا انه مسلم خلاص داعش ده. لا مين ما بي واسطة يعني وسط تحكم بين الطرفين، تقول لي داعش وانا ما اقدر اسوي شيء، خلاص داعش شو اسوي؟ حكمت عليه. والله انا الكلام النهائي اللي اريد اقوله، احنا شعب واحد، نحن المسلمين كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله على عيننا وراسنا، ونحبه ونحترمه ونقدره، ولكن احنا زعلانين من هذول البككي وامثالهم بيادة مدري ايش. هذول كلهم متربين، قادتهم مو كلهم متربين على ايد اعداء الامه، وجاوا ينتقموا. وهذول ما يحاربوا الا لمصلحتهم هن، ما يحاربوا لمصلحة الامه ابدا نهائيا.